اللي حصل دوت ما ينفعش يتسكت عليه، ولازم الناس كلها تعرف اللي البنت ديت عملته. انا كنت بضحك وبهزر معاها عادي، ولكن ما كنتش متخيل ان هي تعمل معايا اللي عملته. مبدئيا كده اللي حصل معايا كالاتي: وانا بقلب على الفيس لقيت قدامي البوست اللي انتوا شايفينه ده، فعلى طول خدت بعضي ونزلت على موقف اسكندريه وركبت وخدت الطريق على طول زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده السواق دوت الله يبارك له وقف بينا عند اول مسجد عشان نصلي الجمعه. بعدها كاوتش العربيه فرقع والناس اللي في العربيه كلهم صلحوه، وخدنا ساعتين ونص 3 في الطريق، والحمد لله وصلنا المنطقه اللي كنا رايحينها واسمها الفلكي، بالتحديد كده عند دوران السيوف في اسكندريه. الاسكندرانيه عارفين المكان ده قدام بيت الجمله. مستني بقى ايه؟ حد كده جميل بيعمل اكل في البيت، وجاي المشوار ده مخصوص والله العظيم عشان ادعمه واصور الاكل اللي هو بيعمله في البيت. والحمد لله استلمت الاوردر من اللي كنت رايح اعمل لها الفيديو، والمطر قعدت تمطر كده علينا واحنا ماشيين، والدنيا كانت جميله الصراحه. الصدمه بقى بالنسبه لي كلها كانت في الاوردر نفسه. بصوا، هو الاوردر ما كانش كبير، كان مكون من 3 حاجات بالظبط هشرحهم لكم دلوقتي واقول لكم هم ايه. اول حاجه كانت في الاوردر الحواوشي الاسكندراني بالطريقه الجميله بتاعتهم، ولكن محشي ميكس جبن. وتاني حاجه بقى كانت البيتزا ديت اللي هي معموله بالسجق وبسطرمه. وتالت حاجه كانت معانا الحواوشي الاسكندراني بالرز. بصوا، هو انا في عادتي لما باجي اصور اي مكان بطلب حاجات كتير عشان يبقى باين ان في تنوع في الاكل وكده، ولكن البنت ديت لما انا كلمتها وقلت لها انا جاي لك من الجيزه مخصوص عشان ادعمك، فهي حلفت حلفانات الدنيا كلها ان هي ما تاخدش مني ولا جنيه تمن الاكل. فالصراحه انا ما رضيتش ان انا يعني اطلب منها حاجات كتير واكلفها. ولو انتوا بقى مستنيين ان انا اقول لكم الاكل جوسي ولوسي والكلام دوت، فاكيد مش هقوله، لان ديت بنوته بتسعى وبتجتهد عشان ربنا يكرمها ويرزقها بالحلال. علشان ما اطولش على حضراتكم، لو انتوا ساكنين في اسكندريه فهي عندها توصيل لاي مكان في اسكندريه، ولو انتوا بقى من القاهره او الجيزه تقدروا انكم تشيروا الفيديو ده وتبقوا ساهمتوا في نفس الخير. وده بقى اسم الصفحه بتاعتها وارقام التواصل كلها، وكل حاجه هتلاقوها في الكومنتات بالتفصيل.